اهلا وسهلا يا حماتي، يعني ما بنشوفكيش، يعني اديلك شهرين وثلاثه ما بتجيش يعني عند ابنك. انا قلت تعبانه ولا حاجه حماتي اروح اسال عليها، كنت هخلص اللي ورايا ورايحالك يا حماتي. بس المهم انت جيتي نورتينا والله يا حماتي، يا النور يا النور يا حماتي، والله الدنيا نورت. نورك يا بنتي يا حبيبتي، اخبارك ايه والعيال عاملين ايه وابن عامل ايه معاكي؟ طمنيني، بيزعلك زي كل مره ولا عقل ولا ايه ظروف؟ لا الحمد لله يا حماتي، عقل شويه، بطل يتخانق معايا زي الاول ويمد ايده عليا، بقى كويس دلوقتي يا حماتي وعقل شويه. طيب يا بنت ربنا يوفقكم مع بعض يا بنتي ويهديه عليكي دايما، ما لو كان مغلبك يا بنتي ولا بيتخانق معاكم ومديد عليك انا ملصلك ودانه. خلاص يا حماتي ربنا هداه بقى وبيصلي وبيروح الجامع واتقي ربنا دلوقتي يا حماتي وبيسمع قرآن. الا بالحق يا بنت ابني فين؟ مش شايفاه، يعني هو في الشغل النهارده ولا قاعد في اجازه ولا ايه ظروف؟ حماتي هنعمل ايه في الظروف دي وفي الغلا؟ نزل الشغل طبعا يا حماتي، هو في الظروف اللي احنا فيها دي حد بيقعد يا حماتي من الشغل؟ طيب يا بنت ربنا يعينه ويقويه عليكم يا حبيبتي ويرزقه برزقكم ويوسعها عليكم دايما يا حبيبتي. اما الواد يوسف مش شايفاه يعني، ولا جه سلم عليا ولا لا سلم على تيتا ولا حاجه. عارفه يا حماتي الاه مشغول بيذاكر جوه عشان ايام امتحانات دلوقتي وبيمتحنوا يعني. يا بنت ربنا ينجحهم ويوفقهم، ربنا يسمع من بقك ربنا يا حماتي، اللهم امين، ربنا يوفقهم يا حماتي دايما يا رب يا حبيبتي، ويشوفهم احسن الناس وينجحوا ويجيبوا مجموع حلو كده وكويس، اللهم امين يا حماتي. الا بالحق يا حماتي انت تاخديني في الكلام كده وتضحكي عليا؟ انت هتقعدي معانا شهر هنا يا حماتي، مش تقعدي يوم وتمشي على طول كده. مش هينفع بقى اروح لشقتي عشان شقتي ما بحبش اقفلها، والجيران اللي حواليا بتحب تسأل عليا واسأل عليها، وحبايبي برضه بنتي يا بنتي عارفة كل حاجة، جيراني ما بيسيبونيش ابدا، بيحبوا يسألوا عليا ويحبوني ان انا موجودة في شقتي. يا حبيبتي ربنا يحبب فيكي الناس كلها يا حماتي، بس اهم حاجة تقعدي معانا يا حماتي شهر، انا مش هسيبك، مش كل مرة تضحكي علينا يا حماتي وتمشي كده على طول. عادي يا حبيبتي اليوم معاكي اهو كله اهو، هو اليوم اللي هقضيه معاكي قليل؟ ده يوم بحالة اقعده معاكي اهو.